شكلك ما فرحتش النهارده. اخباري هتفرحك. نيجي للبحر الاحمر واخواتنا اللي من ناحيه اليمين عاملين الواجب وزياده، ومن ساعه ما مامة ولاد الاخس اتجرأت عليهم وكل يوم يقرقشوا سفينه، والنهارده من شويه كانت رابع سفينه، وكأنهم بيقولوا خلاص البحر الأحمر بقى متحرم على اللي عليهم نجوم، ولا يمكن أي حاجة منهم هتفوت. يجربوا مرة تجارية فاتت والله ما هتفوت، تاني مرة طب احنا هنخوفهم بالعسكرية فاتت والله ما هتفوت. بيزعلوكوا قوي، ما تلعبوش معاهم، لأن أي سفينة هتعدي هتكون في تعداد. ايوه الموضوع يخلص على كده؟ لا، مامة ولاد الاخس من مية البطيخ بدأت تفوق، بتقولك ايه؟ احنا كان عندنا هدفين، الهدف الاولاني نقضي على اخواتكم اللي في القطاع، وبعدين الهدف التاني ان احنا نرجع المحتجزين. حلو، واكتشفنا ان الهدفين غير متوافقين. يا سلام، بعد 110 يوم يا جدع فهمت ان هم غير متوافقين؟ ده خير اللهم اجعله خير. ايه اللي حصل صحاكم؟ ما انتوا كنتوا نايمين. اللي ما تعرفوش ان في 22 من المحتجزين اللي كانوا عند اخواتنا بسبب ولاد الاخس راحوا لرب كريم. وده امتى؟ بعد ما جت اخباريه ان المكان ده متمركز فيه اخواتنا الرجاله. الموضوع يسكت على كده؟ لا، يقعدوا 3 ايام متواصله يحدفوا على هذا المكان. راح مننا ابطال، بس هم احياء متنعمين في الجنان، ولكن يفقدوا 22 من اللي عملوه من المحتجزين اللي كانوا عندنا. اشرب. موضوع مية البطيخ يتلم على كده؟ لا، النتن وبيجن على خلاف بين. معروف ان اوروبا مش بتتحرك خطوة الا بموافقة مين؟ مامة الكل، مش مامتنا احنا، مامتهم هم. تطلع سويسرا وتقدم شكوى جنائية في النتن وحكومته المتطرفة دي. الموضوع يخلص على كده؟ لا، يطلع غفير يأكد على الشكوى ويصرخ. هو في العادي بتاعه ان هو بيصرخ ويقول احنا لازم ناخد حق المحتجزين. هنعمل ايه؟ نعدم كل يوم 22 واحد من اللي عندنا في السجون. انت متخيل نتيجة اللي بيقولوا ده ايه؟ اهل المحتجزين بيلطموا في الشوارع، بيقولوا له انت كده مش عايزنا نشوف عيالنا تاني خالص. ايه اللي بتقوله ده بس يا غفير يا بتاع الفطير؟ وناس كتير من اللي عايشة في الكيان اللي طول عمرهم عايشين مشتتين عارفين ان النتن واللي زي غفير المتطرفين مش عايزين العركة تخلص، عايزين يحققوا اي حاجة من نبوءة أشعياء، بس مش عارفين. فاتحين جبهة مع لبنان، وشوية العراق، وشوية سوريا، وشوية مصر ومحور صلاح الدين، وشوية الأردن. مش عارفين، عمالين يلوشوا شمال ويمين. يا غفير بطل أحلام وغطيها. راسك خبيبي، غطيها كويس وحط السلطانية عليها. لهجتي مستخيلة خبيبي، مستخيلة خبيبي. انتوا بعد العركة دي كلها عمالين تنوحوا وطالعين زعلانين، عمالين تقولوا ما خدناش ولا حتة صغننة من القطاع زي ما كنا متصورين. اخب ابشرك ولا هتاخدوا. هما مستمرين في العركة عشان كده بس؟ لا، اصل العركة لو خلصت تاني يوم هيكونوا في الكلبوش مسكونين. نصر الله اخواتنا اللي في القطاع، ونصر الله اخواتنا اللي في اليمين، وان شاء الله كل العرب والمسلمين على راية الحق متجمعين.